غرفة الاستقبال يعني كده الغرفة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لأي نبي أم لأي صديق يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فسبحان الله العظيم، يعني هذا مما يعني من شيء مما أعده رب العباد عز وجل. ولكن السائل يسأل: هل في الجنة صلاة أو عبادة أو صوم؟ لا، لا عبادة ولا صوم، فلقد عبد العباد، وإنما هو محض الفضل الإلهي. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأنت لك ما تشاء. والله أريد أن أذهب لزيارة أبي بكر الصديق، يسمح لك. والله أريد أن أجلس مع علي بن أبي طالب، تجلس. والله أنا أريد أن يعني مثلا كنت أحارب في الدنيا وأقاتل، أنا رجل عسكري، أنا أريد أن أجالس خالد بن الوليد وكيف كان يضع خطة المعركة. لهم ما يشاءون. أنا أريد أن أزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. هذه الدار يعني سبحان الله العظيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها ما لا عين رأت. من سبحان الله يرى ما يصنعه رب العباد للبشر. سبحان الله العظيم، تخيل أنت في الجنة لا فضلات ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا مني ولا منية ولا حيض ولا نفاس، فيش. سبحان الله، أزواج مطهرة، سبحان الله، أزواج كلهم طهارة كلهم نقاء، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قالوا يا رسول الله وإذا أكلنا ماذا يصنع؟ قال تخرج فضلاتهم على جباههم رشحا كريح المسك. يعني يخرج رشح زي عرق بسيط كريح المسك. سبحان الله العظيم. يعني بالضبط لما تسأل سؤال: طب أين فضلات الجنين؟ ما الجنين يأكل من الدم الجاهز عند أمه. طب أين فضلاته؟ لا فضلات. فالقادر على أن يجعل الجنين لا فضلات له هو سبحانه القادر على أن يجعل أهل الجنة لا فضلات لهم ولا بقايا. سبحان الله العظيم. فما لا عين رأت وما لا أذن ولا أذن سمعت. يعني من سمع غناء الدنيا لم يسمع غناء الروحانيين في الجنة. الروحانيين الملائكة والحور العين. الحور العين لهم أغاني حولك، يقول: نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نضعن أبدا، سبحان الله، الشابات فلا نهرب أبدا. فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس أكيد صوتهم جميل، مش زي صوتي كده الأجش المتعب هذا، لا، أكيد صوت جميل، صوت يعني يعوضك عن أصوات الدنيا. فيا سلام لما انت تتعود في الدنيا على قراءة القرآن والانصات والاستقامة على طريق الله والدفاع عن العلماء والدفاع عن الصحابة، وتقيم شرع الله في بيتك وفي نفسك. عندئذ تدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحبتي في الله، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة الذين يرون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون وأنتم من أهلها. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة